السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة إن شاء الله نشوف طريقة عمل اللينزة بالطريقة الأصلية وبكل تكاتها وأسرارها مع الشيف أحمد عبادة. السلام عليكم، كل سنه وانتم طيبين. اللهم صل على النبي. بصوا يا سعادة، اللينزه بتبقى كل مقاديرها زي بعضها، يعني مثلا نص جوز هند، نص دقيق، نص سكر بودره، نص زبده. لو كيلو تبقى كلها كيلو، 2 كيلو يبقى نفس النظام، مفيش الا البيض بس. يعني هنا من 3 ل 4 بيضات بس، انا هناخد ال4 بيضات لهدف، لان انا في شتاء عايز العجينه تبقى طريه معايا وهي نازله من الكيس بتاعي. تمام. بالبلبله. يا اللهم صل على النبي. هي بالنسبه للبلبله سعادة بتاخد بلبله اللي هي مربعه، اللي هي ايه بتاعه بسكوت الكيس. تمام. انما انا اجيب لها بالبلعه دي عشان احنا ايه، يعني في الشتاء الجو رطوبه شويه. احنا كالمعتاد ساعات اللينزه بناخدوها هي والسكر البودره، وفي اي بوله سلستين او اي حله وايه، وندهقوها بايدينا لحد ما تفك معانا، وبعد كده ننزله بالدقيق، وبعد كده ننزله بجوز الهند والبيض في الاخر. تمام. احنا هنعملوها بطريقه جديده النهارده. تمام. انا البيض اهوت. اول حاجه دول 4 بيضات يا شيف. هنفكوهم بس بايه، بالمضرب السلستين وكده، واخد بال حضرتك. تمام اهو. كده هننزله بالسكر البودره. تمام اهو على البيض بعد ما فكناه شويه. كل ده ليه؟ عشان العجينه تبقى لينه معايا وانا بنشكلها. تمام. عشان الشتاء بالذات بتبقى العجينه ايه، شديده شويه. كده نزلنا بنص السكر يا شيف. نص سكر على 4 بيضات لحد ما ندوب السكر بس في البيض شويه، وبعد كده نجيبه الزبده. نجيبه نص كيلو زبده. الزبدة دي يا شيف؟ دي زبده فرن، زبده الحلويات. زبدة فرن. وفي ناس برضو بتستعملها في الاكل على فكره، احنا برضو اوقات بنستعملوها. بنحطها على الرز بنشتغلوا بيها. هي على ما الاقل خالص هي احسن من السمنه البرانه 100,000 مره. ربناها شويه بالمضرب. واخد بالك، هي المفروض تبقى اكتر من كده كمان، بس طبعا الجو رطوبه والزبده شديده اصلا. تمام. فبتشد. بتشد طبعا. ننزل بالدقيق بتاعنا اهو، نص كيلو. اي دقيقه بقى، عشان انا جايب الدقيق 5 مليون. ده 5 مليون. كده احنا جايبين ناخد الدقيق بس عليه. هناخد الجزء الهندي بالمره. تمام. نقلب كله مع بعض كده اخر حاجه. تمام. ودي جوز الهند. نذكر كده المكونات تاني يا شيف. احنا طبعا معانا الزبده، معانا البيض. تمام. معانا جوز الهند، معانا دقيق، ومعانا السكر البودره. اهو كله نصوص. طيب يا علي، لو انا مثلا جيت في الاخر، طبعا هناخد نصها ونخلي نصها. تمام. نصها ونخلي نصها. طب انا مثلا لو العجينه شديده معايا، يا نديها بيضه او 2 على العجينه اللي فاضله، او شويه لبن نطر العجينه معايا. هي كده ايه معقوله شيف؟ لسه عايزه تضطر تديها لبن اكيد، بس مش العجينه نفسها دي، هتستنى في الصاج. واخد بالك، ونحط عليها الكريمه وناخد نصها. بسم الله. كده الصاج اهو 60 في 40. هيبدا الشيف احمد يفردها. طبعا احنا لسه معانا جزء للتخطيط يا شيف. نصها للتخطيط. كده الشيف احمد بيساوي اهو. ما شاء الله الشيف. اللهم صل على النبي. حته واحده اهي. كده هنصب لها الكريمه بتاعتها او المهلبيه بمعنى صح، او القشطه. بس طبعا ايه، دي مش قشطه طبيعيه، يعني هو نشا بلبن بكسر. عايزين نحط سكر بنحط لها سكر. عايز تنها عدبه لان ديت فيها سكر ما تبقاش كلها مسكره. انا من عن نفسي بنسيبها عدبه عشان ما يبقاش نسبه السكر فيها عاليه.
تمام. تمام. طبعا بناخد من العالي نحط في الواطي لحد ما نساوي. نتاكد انها كلها بقت واحد. كلها اسطمبه واحده. حته واحده اهو. اللهم صل على النبي. اهو 2 كيلو لبن 300 نشا. الكيلو بياخد 150 جرام. 100 و 150 جرام. كيلو لبن اهو. ربطت كده؟ ربطت اهي. تمام. نسيبها تنزل شويه على النار. انا مديها السكر ان العجينه مسكره، اللي فوق مسكر واللي تحت مسكر. لما بتطلع يا تاخد شويه مربى بالشربات بالعسل نفكها كده بيها ونديها بالوش، يا اما شويه شربات تجيب من بتاع الكنافه والجلاش ونديها على الوش. بص كده خلاص ربطت اهي. شايف علي اهي. تمام. اهي. هنسيبها تهدى شويه يا شيف؟ لا هنصبها على طول ان شاء الله. على طول وهي سخنه عادي يعني؟ ان شاء الله. ونسيبها تبرد وبعد كده نيجي ايه؟ نخططها بقى ببقيه العجينه ان شاء الله يعني. بسم الله. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. الف هنا. كده وزعناها وتصلي. نسيبها تبرد وبعد كده نخش عليها نخططوها وندخلوها الفرن على نار هاديه بقى. تمام. ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. شوف سهله ازاي علي. طبعا انا ما لقيتش بيض، جيت مديها لبن، فاللبن خلى العجينه معايا سهله جدا. زي ما انت شايف كده. طبعا الكريمه لازم تبرد يا شيف. تبرد تبرد عشان بالك. بس هي لما تبرد تبقى احسن عشان تشد معاك في الشغل. ممكن تجي واحده. خش بقى الفرن يا شيف. الفرن على طول ان شاء الله. تطلع بقى تديها ايه؟ تاخد وش يا مربى بشربات يا اما شربات كده بالفرشه بس. تلميع يعني؟ بالفرشه بس. تمام. تمام. بسم الله. كده الشيف احمد دخلها الفرن اهي. على طول اهو. كده اللينزا اهي بعد ما طلعت من الفرن واستوت كويس ما شاء الله يا شيف. بسم الله ما شاء الله. هنلمعها بقى. بص يا سعيد، هي ممكن تتلمع بشربات. تمام. شربات تجيب وممكن تتلمع بمربى بس وهي طالعه من الفرن سخنه. بس طبعا هي ساعه ما طلعت من الفرن كانت الساعه 3 الفجر. واخد بالك ما كانش في حد هنا من اهل البيت فما رضيتش نصحيه. هي الاصول تطلع من الفرن وهي سخنه لسه المسام بتاعتها مفتوحه، تاخد المربى بتاعتها او الشربات عشان تشربها. تمام. الحاجه الثانيه يا علي، اللهم صل عليك يا محمد. علي هنا ممكن نحط كريز. تمام. هنا فتحت دي كريز. تمام. وممكن نحط حشو برده فستق مطحون محمص ومطحون. تمام. بودره يعني اي حشو اي حشو نحط. واخد بالك ممكن سوداني برده مجروش اي حاجه. واخد بالك عشان ايه شكلها ومنظرها في الفتحات دي. تمام. انا عندي هنا سوداني واخد بالك مبشور اهو هنا. تمام. ونلمع بالمربى اهو. اللهم صل على النبي. اي مربى شيف؟ اي مربى يا باشا حسب المتاح يعني اصلا. طب الافضل يا شيف؟ الافضل المربى. المربى تدي لمعه وطعم، بس طبعا بنشتغل حسب المتاح عندك. الهنا بص الشيف لاصحابها ربنا يتم عليهم الخير ان شاء الله. شايف اللمعه خلت الصاج عامل ازاي صحيح؟ لمعه المربى. الشربات مش هيديك لمعه كده طعم وشكل وكل حاجه ولمعه وكل حاجه. هو الشربات برضه ما بزعلنيش في حاجه يعني يشتغل طالما هو اللي موجود. كده الشيف احمد بيقطع السكينه بتجري فيها ازاي ان شاء الله عليها.
كده ناجحه شيف. ان شاء الله ناجحه، ان شاء الله باذنك يا رب، ان شاء الله ناجحه. طالما مقاديرك مظبوطه وشغلك مظبوط ان شاء الله هتبقى ناجحه باذنك يا رب. ان شاء الله. طبعا احنا بنصغروا القطع عشان احنا في فرح، ما احناش في البيت، واخد بالك، عشان التهدير بس وعشان الشغل بتاع الناس. ورينا الارضيه كده يا شيف. ما شاء الله. الحمد لله والشكر لله. وكده ان شاء الله نبقى وصلنا لنهايه الفيديو. لو عجبكم الفيديو متنسوش اللايك والاشتراك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.